الآن الزمن هذا ما في كلمة داعية، كلنا في هذا الزمن دعاة. الصامت قد يكون أثره في الأمة أكثر من المتحدث، يوم أن الصامت يشتغل تقنيا وينشر عبر الفضاء، ينشر لنا. يعني أنا أقول لشبابنا اذهبوا إلى تراث الأئمة من الشيخ عبد العزيز بن باز وبن محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الله بن جبرين، المشايخنا الأحياء منهم والأموات، اخرجوا هذا التراث الصوتي وركبوا عليه تركيبات جميلة، حطوا جرافيك حلو وجميل وفلتر الصوت وجملوه وانشروه وقطعوه وجهزوه وارسلوه. ما تدرون لربما يوم القيامة تكون بجوار هؤلاء الأئمة لأنك أنت من نشرت علمهم، وقد تكون لا تتحدث. أنا أذكر أنا من مقطع من المقاطع، مقطع أخذه أنا لا أعرفه الآن، والله ما أعرفه، أخذه لي وركب عليه مدى تركيبات هو صوتي وحطه ثم بثه في التيك توك. يقول لي أحد أبنائي: يا شيخ بلغت المشاهدات 30 مليون. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. أنا ما أذكر متى قلت الكلمة، والله ما أدري متى ومن أي محاضرة قطعت، وهذا الرجل الذي قطعها لا أدري، شاب صغير. لذلك يا شيخ فضل الله واسع، من أراد الخير فموجود ومبذول، لكن إياك أن تتقاعس، أن تتقاعس. أحيانا تسجيل بعض اللطائف من أبيك كبير السن هذا ونشرها قد تكون داعية بنشر فضائل أبيك ويكون نورا لأبيك في قبره، وهكذا.